هو أنت اتجننت حتى؟ أنت صاحب ابني، ما ينفعش كده. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ خرطوم نار، دمار. بصراحة يا جماعة ما كنتش متوقعة أبدا إن ده ممكن يحصل لي. صاحب ابني اللي بندخله عندنا في البيت، ابني يروح يجيب له حاجة من بره، وبعد كده أنا زي مامتك. ما تقولش كده مرة تانية، أنا زي مامتك. ما ينفعش كده خالص، مستحيل، مستحيل، مش ممكن. وبعد كده يقول لي أنا عايز أكل بطيخ، هو بيحب البطيخ الكبير. اللي حصل لي عمري ما أتوقع إن ممكن يحصل. يا لهوي، يا خرابي على اللي حصل لي وعلى اللي جرالي في اليوم ده. اسمع القصة للنهاية واللي هيفوتك كتير. وفجأة يا جماعة يقول لي خلي بالك، أنا متابعك بقالي فترة كبيرة قوي، كنت بمشي وراك من بعيد لبعيد، لما شفتك صدفة في الشارع كنت جاي مع ابنك، وهو قال لي إن دي ماما. خرج أهو. وبصراحة بعد ما شفتك المسائل كانت وبصراحة البطيخ كان حلو قوي وجامد قوي، كلك على بعضك حلوة. قلت له وبعدين يعني؟ وبعدين تقصدي إيه؟ قال لي من وقت ما أنا شفتك وبصراحة مش قادر أنساكي، فعلشان كده أنا باجي ذاكر مع ابنك، بس مش عشان المذاكرة، أنا بتحجج في المذاكرة، إنما أنا باجي علشان خاطر أشوفك، أصلك بتوحشيني. التلميذ رومانسي وحبيب، لأ بيعرف يحب وكلامه حلو، بس معسولي. عارفين يا جماعة أصعب حاجة في الدنيا بجد فقدان الثقة، خصوصا مع اللي بتدخله بيتك. اللي حصل لي بصراحة ما يتحكيش، بس هحكيهولكم عشان انتوا غاليين عليا. بعد لما قال لي الكلام ده قلت له انت اتجننت، ده انا قد امك، ما ينفعش الكلام ده. انا اسمي إلهام، عندي 48 سنة، اتطلقت من 10 سنين، عايشة انا وابني لوحدنا في شقة. بصراحة يا جماعة انا بحب ابني جدا، ونفسي اشوفه احسن واحد في الدنيا كلها. عشان كده كنت احيانا بجيب له مدرسين علشان مستوى الدراسي يتحسن، بس قال لي انا ما بحبش المدرسين، وفي نفس الوقت بيبقوا مستغلين ومش بفهم منهم اي حاجة. قلت له طب انت شايف ايه الحل؟ انا عايزاك تنجح في دراستك وتبقى مهندس دكتور، عايزة افتخر بيك قدام كل الناس. قال لي حاضر يا ماما، بس خلي صاحبي اسمه أيمن وهو يجي يذاكر معايا. قلت له تمام، موافقة، ما عنديش أي مشكلة في كده. بصراحة كنت بعمل المستحيل عشان ما خليش ابني محتاج لأي حاجة، ما كنتش عايزة أكسر قلبه ولا زعله. فقلت له ما عنديش أي مشكلة، هات صاحبك علشان يذاكر معاك هنا في البيت، وهو يكون قدام عينيا أحسن ما يذاكر عنده أو يكون بره البيت. طبعا لما كان بيجي اللي اسمه أيمن ده عادي جدا، زي ما ده ابني ده ابني، الاتنين أولادي. فبصراحة كنت بعملهم معاملة الأم، كنت بجهز لهم أكل وغداه، وأحيانا بجيب لهم عصير بفورة بسوسة معرفش إيه، كنت بعمل لهم شاي نسكافيه، كل حاجة كانوا بيطلبوها، حتى من غير ما يطلبوا كنت بروح أوديها لهم، علشان طبعا صاحب ابني طالما هو صاحبه يبقى على راسي من فوق، كأنه ابني بالظبط زي ما بقول. بس ما كنتش أعرف إن الموضوع هتحصل فيه حاجة جديدة ما كنتش متوقعاها. معقولة الثقة اللي احنا اديناها للشخص ده اللي هو الشاب ده اللي اسمه أيمن، معقولة يتجرأ ويخرج عن نطاق الثقة اللي احنا اديناها له، ويخرج كمان عن نمط الاحترام ويقول كلام خارج؟ فقلت لازم أوقفه عند حدوده. ولكن تعالوا عشان نعرف ايه اللي حصل بالظبط، وليه أنا زعلت قوي، وليه فقدت الثقة في الشخص ده. وقلت لابني اوعى تدخل أي حد غريب في شقتي مرة تانية. حتى ابني استغرب قوي، قال لي في ايه يا ماما، حصل ايه؟ كل ده ليه بتقولي كده؟ وفي حد ضايقك لم حاجة؟ المهم كلميه زي اللي اسمه أيمن ده، شاب عنده يجي 17 18 سنة. قال لي كلام ما يصحش أبدا إن واحدة في سني تسمعه، بس طبعا أنا سمعته واديت نفسي فرصة عشان أسمعه، لأنه صاحب ابني، فأنا كنت خايفة على ابني، فقلت لازم أعرف إيه اللي في دماغ أيمن ده. ولما سمعته قال لي والله كنت أنا بمشي وراك من بعيد لبعيد من بعد ما شفتك مرة صدفة، وبصراحة عجبتيني ودخلتي قلبي، وبصراحة أنا بحب الحريم الكبيرة. إيه؟ قلت له بتحبوها وعنتي؟ بس قال عشان المرأة الكبيرة بتبقى كلها حنية، بيبقى قلبها كبير، ناضجة في الحياة. المشكلة الكبيرة يا جماعة تفكيره أكبر من سنه بكتير، اللي يسمعه ويقعد معاه ويتكلم معاه هيلاقي الشخصية بتاعته ناضجة جدا، بس المشكلة الكبيرة إن الشخصية الناضجة دي واللي فاهمة الحياة تفكيرها غلط. هو فاهم الحياة وكلامه حلو، إنسان متكلم، بس فاهم الحياة غلط أو عايشها غلط. قال لي والله عجبتيني وأنا نفسي المحفظة تتجوز. إيه يا ابني ده أنت لسه تلميذ، طب اجتهد الأول في دراستك، انجح اشتغل واتجوز واحدة من سنك، أنا خلاص راحت عليا، يعني هناخد زماننا وزمن غيرنا. قال لي بالعكس، قال لي بالعكس،
ده السعادة والجمال والحلاوة كل حاجة حلوة في اللي زيك، خصوصا في نفس سنك. يمين شمال شمال يمين فوق تحت، مفيش فايدة برضو، اللي في دماغه في دماغه. طب قلت له يعني انت عايز اعمل ايه بالظبط؟ قال لي يعني نفسي تحبيني، عايزني احبه، عايز يحس بالحب معايا. قلت له ما ينفعش وغلط، وحتى لو ينفع معقولة احب صاحب ابني؟ مش هينفع. وقال لي طب اعمل ايه؟ غصب عني والله حبيتك، تعلقت بيكي، مش شايف قدامي الا انتي. ده انا في اليوم اللي انا مش بشوفك بحس اني ناقصني حاجات كتيرة قوي، ما بتكملش الا بعد ما اشوفك، انا لازم اشوفك كل يوم. يا سلام لو قابلتيني بره في اي مكان عام او في اي كافيه قعدنا نتكلم مع بعض. قلت له كل الكلام اللي انت قلت عليه ده مش هيحصل. قلت له بص انسى، وانا كمان هنسى كل الكلام اللي انت قلته دلوقتي، وحتى ابني مش هقوله، بس بشرط واحد. قال لي حتى لو قلتيله مش فارق. قلت له يعني مش فارق معاك تخسر صاحبك؟ ينفع الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ينفع اللي انت عملته ده؟ قال لي غصب عني، الحب مش بإيدي، انا اتعلقت بيكي غصب عني والله. برضو ما يصحش احب، على قدك، احلم على قدك. قلت له انا مستعدة ما اقولش لابني، بس بشرط مش عايزك تجيلنا مرة تانية هنا. والحاجة التانية ابعد عن ابني. الحاجة التالتة شد حيلك في دراستك وجيب مجموع كويس وانجح واشتغل وتجوز واحدة من سنك، وصدقني هتكون أسعد إنسان في الدنيا كلها. لو إنسان محترم اشتغلت واتعبت واتجوزت الإنسانة اللي تفهمك وتقدرك وتكون بنت ناس وأخلاقها عالية، تعيش سعيد ومبسوط. قال لي كل ده؟ قال لي لسه هستنى عبال ما اتجوز، فلازم تستنى، مفيش دخان من غير نار، لازم تتعب عشان تتجوز. بصراحة يا جماعة برضو فضل ماشي بنفس الغطأ، برضو ما احترمش إن هو يجي عندنا، وأنا ما كنتش عايزة أقول لابني. بصراحة نزلت القصة للشال عشان آخد رأيكم. تمادى في الموضوع وكان بيبصلي بنظرات مش كويسة، برغم إن أنا منعته وقلت لابني ما يجيش تاني. قال لي إيه السبب؟ ما قدرتش أقول له إيه السبب. برضو بكل ده برضو بيجي مش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. نزلت عشان آخد رأيكم، أقول لابني باللي حصل ولا ما أقولوش. وشكرا ليكم يا حبايب قلبي.